السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيستي افيك نعيمة او جرب الوصفة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البطبوط اللي معمر بطريقة جديدة ومختلفة، ما تخليش لينا الحشوة تخرج، وكذلك بحشوة اقتصادية. اذا تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. وكما العاده قبل ما نبداو ما ننساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. والا كنتوا غتزوروا القناه ديالي اول مره، فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نبداو بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. في واحد البول خديت زلافه ديال الفينو وزلافه ديال دقيق الفرص، ملعقه صغيره ديال السكر وجوج معالق كبيره ديال خميره العجين مع شويه د الملح. طبعا غنخلطوا المكونات ديالنا مزيان. طبعا غادي نعجنوه كما كنديروا مع العجين عادي. طبعا هنايا الماء على حسب العجين. غادي نضيفوا الماء تدريجيا. صافي هنايا غادي نعجنو مزيان حتى كنتحصل على النتيجه المناسبه. صافي وكنغطيوه ونحطوه جانبا لمده نصف ساعه. في هاد الاثناء غادي ناخذ واحد المقله غادي نديرو فيها واحد البصله اللي كتكون مقطعه اطراف صغار، فلفل احمر، فلفل اخضر، يعني هنايا الحشوه على حسب عدد الاشخاص، وحتى العجين يمكن لكم تزيدوا في الكميه ويمكن لكم تنقصوا منها، يعني على حسب العائله ديالكم. وهنايا ضفت القزبر صافي وعلبه ديال السردين. انا هنايا استعملت نصف العلبه. طبعا باش حتى الوصفه ديالنا تكون شويه اقتصاديه كنضيف ليهم نصف معلقه ديال الملح. صافي وكندي المقله ديالي فوق النار باش طيب. طبعا ملي كطيب هذا اختياري، يمكن لكم تضيفوا شويه ديال صلصه الصويا، يعني كتجي رائعه في المذاق، يعني كتواتي مع هاد الحشوه. طبعا هي الحشوه ديالنا بعد ما طابت غادي نخليها جانبا باش تبرد. طبعا في هاد الاثناء غادي نضيف ليها شويه ديال الكيتشوب وشويه ديال صلصه، يعني ديال المطارد. يعني الحشوه كتجي رائعه في المذاق. طبعا غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان. طبعا هاد المكونات اختياريين، يعني يمكن لكم تزيدوها ولا ما عندكمش بلاش، ماشي مشكل. صافي نخلي الحشوه ديالي تبرد، نخليها جانبا. في هاد الاثناء غادي ناخذ العجين اللي اختمر لينا، غادي نكون منه كره كبيره. طبعا خاصنا دائما نرشوا الفينو في سطح العمل. طبعا انا هاد الكره غادي نقطعها على 4، ومن بعد غادي نقطعها على 4 اخرين، يعني هنايا تحصلت على 8 ديال الكريات. غادي ناخذ الكره الاولى غادي نبسطها هكا شويه بالاستعانه بالفينو، كنحطوها جانبا. ثم الكره الثانيه، يعني نديرو هذه الطريقه حتى نساليو الكريات كاملين. صافي بعد ما خديت الحشوه ديالي غادي نحاول هكا حتى هي نقسمها على 8 باش نتفادى ان باش ما تشيطش لينا الحشوه ولا تخصنا. صافي هنايا غادي نحط الحشوات، كل كريه غادي نحط فيها ملعقه ديال الحشوه. وفي هذه الاثناء غادي نجمع العجين بهذه الطريقه، يعني هذه الطريقه كتجي رائعه وعمليه بزاف. وكذلك الحشوه ما غاديش تخرج لينا من العجين.
يعني يمكن لكم تصايبوا هذه الطريقة ولو كنت مبتدئة، غادي تنجح معك. صافي نستمر على هذا الحال حتى كنسالي الكمية اللي عندي. طبعا هنايا يمكن لكم تستعنوا بالدقيق باش ما تلصقش لكم في سطح العمل. صافي في هذه الاثناء غادي نديرو المقله ديالنا تسخن. صافي نبسطو الكريات ونديهم باش يطيبوا، يعني نطيبهم وحده مورا وحده. صافي ها هو البطبوط ديالنا بعد ما وجد. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ها هو كيفاش كيجي من الداخل، كيجي رائع وكيجي بنين، يستحق التجربة. طبعا كننصحكم باش تجربوه. وطبعا الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، كتشجيع ليا باش نستمروا في تقديم وصفات اكثر.